السلام عليكم. النهارده معاكم اول حلقات لينا في برنامج اتموسفير. معاكم كابتن فادي. النهارده هنروح مطار جديد وهنعرفكم كل حاجه عن المطار الجديد دوت، وان شاء الله تبقوا مبسوطين معانا في الحلقات الجايه. جيتس وير. Frank traffic Zoro Sierra Kilo Hotel Whiskey. This flight for Archer to ground port, taxiing from main en route to holding point of runway 03. Sir, are you continuing to the circuit? We are in the circuit. We are at 6,000 miles feet, climbing 7,000 miles feet, routing to entry and an alternate direction. Speed alive. Pressure temperature in the green. RPM sufficient. 60. 65. Rotate. الحمد لله على السلامه، وصلنا المطار اللي احنا قلنا عليه. وموجود في مطار راند 4 رانواي 29 وعكسه 11 وطوله 1712 متر، ورانواي 35 وعكسه 17 وطوله 1439 متر. وليه لابس ريفليكتور؟ انا لابس ريفليكتور عشان انا في منطقه المانوفرنج اريا بتاعه المطار. ومنطقه المانوفرنج اريا بتاعه المطار دي بتبقى عباره عن الرانواي او التاكسي واي او الابرون. ما اقدرش اتحرك في اي منطقه في المناطق ديت من غير ما اكون لابس ريفليكتور. اتبنى مطار راند في سنة 1920، وفي سنة 1931 تم افتتاحه رسميا كمطار دولي في جيرمستون موجود في جوهانسبرج. واحنا دلوقتي عند التاور في راند، وهنوريكم المنظر بيبقى من فوق عامل ازاي، والاجهزة الملاحية بتبقى عاملة ازاي جوه التاور. اتبرعت ساوث افريكان ايرلاين للمتحف في راند بطائرة من طراز بوينغ 747-200 وطائرة بوينغ 747 اس بي لمتحف مطار راند.
ومطار راند موجود فيه مراكز صيانة متخصصة. والعيب اللي موجود في مطار راند إنه بداخل الإير سبيس بتاعة مطار أورتامبو، وده ممكن يسبب لطيار مبتدئ مشاكل كبيرة. ودلوقتي ممكن ناكل في الفيو الجميل ده. وكده يبقى خلصنا النهاردة حلقتنا في مطار راند، وأشوفكم المرة الجاية في مطار جديد جيسوير.